أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بيك امرأة برج القوس. صباح الطاقة الإيجابية عليكم وصباح السعادة والوفرة والخير والفرحة عليكم بإذن الله. النهاردة هنتكلم عن قراءة تفصيلية لحياتك المهنية والعاطفية أيضا والصحية، وهنتكلم عن باب العلاقات الاجتماعية والأصدقاء، وهقول لك مفاجآت سارة كمان، وهقول لك على بعض التحذيرات اللي تخلي بالك منها امرأة برج القوس. طبعا لو أول مرة تشوف القناة شرفينا بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد، وإن كنت مشتركة بالفعل يا ريت نعمل لايك وتعليق ومشاركة للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من محبي امرأة برج القوس. امرأة برج القوس، عتبات البهجة قريبة جدا في حياتك فابشري. عتبات البهجة قريبا في حياتك ابشري. امرأة برج القوس، عندك عتبات كثيرة للبهجة. في عتبة جديدة في المال، في عتبة جديدة في العمل، في عتبة جديدة في حياتك العاطفية، في عتبة جديدة حتى في الأصدقاء، في عتبة جديدة في باب علاقاتك، في عتبة جديدة في حياتك العائلية. امرأة برج القوس، عندك عتبات مملوءة فرحة وخير ووفرة قادمة إليك بإذن الله. هتكلم على كل عتبة بالتفصيل، ولكن امرأة برج القوس خلي بالك من شوية تنبيهات أو نصائح أو تحذيرات على حسب ما تسميهم لكل عشرية على حدة هحب أبلغهم بيها. يعني أول عشرية تخلي بالها في امرأة برج القوس إن قريبا جدا بجانب البهجة والعتبة الجديدة هتلاحظي إن في داخلك شيء بيفكرك بالماضي وذكريات الماضي وبيشدك للخلف، فخلي بالك من النقطة دي. بلاش نفكر في الماضي وذكريات الماضي، احنا هنبدأ صفحة جديدة وبداية جديدة ناصعة البياض. فخلي بالك، مش كل ما تفرحي ترجعي للحزن مرة تاني. مش كل ما هيكون عندك خير قادم وعتبة جديدة سعيدة تفتكري وتزعلي وتتعبي نفسك وتجهدي نفسك. فخلي بالك يا امرأة برج القوس، العشرية الأولى من الموضوع ده. العشرية التانية تخلي بالها من شيء مهم. لما ربنا يكرمك بعتبات البهجة سواء في المال أو في العاطفة أو في الصحة أو حتى في الأصدقاء، ياريت تحتفظي بأسرارك سواء المهنية أو العاطفية أو المال لنفسك. بلاش تفرحي بنفسك لأن حواليك حساد كثير، وهتلاحظي ان بسبب بهجتك وفرحتك وشايفينك انك هتوصل للعتبة جديدة، هتلاحظي ان الحقد والحسد اصبح كثير حولك. فحاولي انك تخلي بالك، احتفظي باسرارك لنفسك واحتفظي بفرحتك لنفسك، بينك وبين نفسك، بينك وبين اسرتك، بينك وبين عيلتك، وبلاش التفاخر بينك وبين اصدقائك او زملاء الحياة. العشرية التالتة تخلي بالها أيضا إنها تحصن نفسها لأن نجمها خفيف. يعني إيه نجمها خفيف؟ يعني بتتأثر بسرعة بالحسد، تزعل بسرعة، تتنكد بسرعة، تبكي بسرعة. فخلي بالك امرأة برج القوس، يا ريت العشرية التالتة تحصن نفسها كثيرا جدا، بسبب إنها هي بتزعل بسرعة وبتبكي بسرعة وبتقلق بسرعة وتخاف بسرعة. فلا، خلي إيمانك بالله قوي وثقتك في نفسك قوية، وانتبهي جيدا وحصني نفسك. دول كانوا بالنسبة للثلاث تبشيرات، ثلاث تحذيرات أو التنبيهات لكل عشرية على حدة. امرأة برج القوس، عامة عندكم عدة عتبات الفترة اللي جاية دي، وأنا مش عايز أحدد الفترة بالظبط لأن الفترة اللي جاية دي اللي هي تعتبر احنا في أبريل ومايو ويونيو، دي تعتبر بداية صعود السلالم الخير. دي تعتبر بداية صعود سلالم الخير، يعني الربع الثاني ممتاز بالنسبة لامرأة برج القوس اللي هو أبريل ومايو ويونيو،
ولكن الشهور اللي بعد كده النصف الثاني من عام 2024 هيكون في نقلات كثيرة وعتبات كثيرة من اللي أنا هحكي عليها اليوم، وهي عتبة الفرحة في الناحية العاطفية، الزواج أو الخطوبة. هتلاحظ إن في خطوبة وزواج الفترة دي، وهتلاحظ إنك هتروح بيت جديد، هيكون بيت حبيبك أو عريسك. وحتى لو انتم متزوجين هيكون عندكم نقلة ايضا لبيت جديد او شقة جديدة غير اللي كنتوا عايشين فيها. فهي الامرأة برج القوس في عتبة جديدة مع الحبيب او الشريك، مع الحبيب او الشريك. في عتبة تاني اللي هو عتبة الوظيفة. امرأة برج القوس بالفعل الفترة الجاية ربنا هيكرمها بعمل لغير اللي هم مش بيشتغلوا يعني، او ممكن عندها انشاء مشروع خاص بيها. يعني هي عندها فكرة عن مشروع دايما بتفكر انها تنفذه ومترددة، لكن المرة دي هتنفذ، في الفترة دي هتنفذ المشروع ده، وهيصادف لها نجاح باهر ليس له مثيل. هيصادف نجاح باهر ليس له مثيل بالنسبة لامرأة برج القوس. هيكون نجاح باهر، هيكون عندها بالفعل حماس، عندها أفكار جديدة، عندها تغيرات قوية في الناحية المالية، لأنها هتلاحظ إنها بتعرف تبيع وبتعرف تشتري وبتعرف تعمل أشياء جديدة، وهيكون عندها زي شهرة وناس كتير هتتعامل معاها الفترة دي، وهتكون عندها وفرة كبيرة في المال. كمان من العتبات اللي أحب أقول عليها لامرأة برج القوس، وهي عتبة بهجة جميلة، هو تحسن ملموس في الصحة للناس اللي هي كانت بتمر بوعكة صحية. هتلاحظ امرأة برج القوس إن بالفعل في تحسن في الصحة للبعض منهم بعد مراجعة الطبيب هيطمنها. البعض منهم أيضا هيكون عندهم حمل للمتزوجين. فهي عتبة جميلة لامرأة برج القوس في الصحة أيضا. أخيرا عتبة اللي هي العلاقات أو الأصدقاء. امرأة برج القوس في أصدقاء جدد هيدخلوا في حياتك، وفي أصدقاء قدام هيخرجوا من حياتك، وهيكون في عندك سواء على مستوى الأسرة أو مستوى العائلة في تحسن في باب العلاقات الاجتماعية بينك وبين الجميع حتى العائلة، لأنك هتكوني ودودة، بتسأل على الآخرين، بتكوني صبورة، بتكوني طموحة، بتكوني حنينة على الجميع، فالجميع هيحس إنك الصدر الحنين ليهم. فهيكون كل واحدة فيهم أو أي حد فيهم هيكون أنت بالنسبة لي اللي بيفضفض ليكي عن كل شيء، أو بيتكلم معاكي عن أسرار أو عن حياته وكده يعني. فأنا شايف إن باب العلاقات هيكون باب جميل بالنسبة لامرأة برج القوس أيضا. أنا مش عايز أطول عليكم، وإن شاء الله تكونوا في أحلى حال، ويكون عتبات البهجة بالنسبة لكم قريبة جدا وتتحقق في الأيام القادمة بإذن الله. عايزكم تدعموا القناة باللايك والمشاركة للفيديو، وإلى اللقاء.